السلام عليكم. أنا بحيري، وهنا هنفكر سوا. في كل حلقة بنقف قدام سؤال أو موقف يمكن نكون عشناه كلنا، لكن قليل جدا اللي وقف يفكر فيه بجد. مش لأن عندي الحقيقة، لكن لأن ساعات السؤال الصح بيغير طريقة حياتنا أكتر من أي إجابة. يلا بينا نبدأ. هسألك سؤال وما تجاوبش بسرعة، خد وقتك. عايز أعرف منك آخر مرة قلت أيوة وأنت من جواك كنت عايز تقول لأ، كانت إمتى؟ فكر فيها شوية، لأن السؤال ده يمكن يكون السبب في تعب ناس كتير من غير ما ياخدوا بالهم. أنا طول عمري كنت فاكر إن الإنسان الكويس هو اللي يوافق على كل حاجة، اللي بيساعد كل الناس، واللي عمره ما يرفض طلب، واللي بيزعل نفسه قبل ما يزعل أي حد. وكنت مقتنع إن دي طيبة، لكن اكتشفت بعد كده إنها كانت حاجة تانية خالص. من كام يوم حد طلب مني خدمة، والحقيقة أنا ما كنتش قادر، وبجد كان عندي ألف سبب يخليني أعتذر، لكن وافقت. مش لأني كنت عايز، لكن لأني خفت أقول لأ. ورجعت البيت وأنا متضايق جدا، مش متضايق من الشخص، بس متضايق من نفسي. وساعتها فهمت إن في فرق كبير بين إنك تساعد الناس وبين إنك تلغي نفسك. عارف المشكلة فين؟ إن أغلبنا اتربى إن كلمة لأ قلة ذوق، ولو رفضت يبقى أنت شخص مش متعاون، ولو فكرت في نفسك يبقى أنت أناني. فكبرنا وإحنا بنحاول نرضي الكل إلا الشخص الوحيد اللي كان محتاج رضاك، هو أنت. كل مرة بتقول فيها أيوة وإنت من جواك عايز تقول لأ، أنت مش بس بترضي اللي قدامك، أنت كمان بتبعت رسالة لنفسك بتقول لها إن راحتك مش مهمة، وإن وقتك مش مهم، وإن تعبك عادي. ومع الوقت نفسك بتصدق الرسالة. في فرق كبير بين الإنسان الطيب والإنسان اللي ما عندوش حدود. الطيب بيساعد لأنه مقتنع، أما اللي ما عندوش حدود بيساعد لأنه خايف. خايف الناس تزعل، خايف حد يسيبه، خايف يتفهم غلط. وفي الآخر بيعيش عمره كله بيجري ورا رضا الناس من غير ما يسأل نفسه هو راضي عن حياته أصلا. عارف إيه الغريب بجد؟ إن الناس مش بتستغل الإنسان الطيب في البداية، هي بس بتتعود عليه. كل مرة توافق هيطلبوا أكتر، وكل مرة تضحي هيستنوا تضحي أكتر. ولما تيجي مرة تقول لأ هيقولوا أنت اتغيرت، رغم إن الحقيقة إنك لأول مرة بدأت تحترم نفسك. وأخطر حاجة في الموضوع ده إنك بعد فترة بتنسى أنت عايز إيه، وكل قراراتك بتبقى مبنية على سؤال واحد: الناس هتقول إيه، مش أنا عايز إيه. ودي لحظة خطيرة جدا، لأن ساعتها بتعيش حياة اختارها غيرك، مش الحياة اللي أنت كنت عايزها. خليني أقولك حاجة، مش كل رفض قلة ذوق، ومش كل موافقة طيبة. أوقات أحسن كلمة ممكن تقولها هي لأ، لأن كلمة لأ لما تتقال في وقتها بتحافظ على كرامتك وعلى وقتك وعلى صحتك وعلى سلامك النفسي. أنا مش بقولك تبقى أناني ولا تبطل تساعد الناس، بالعكس، ساعد وقف جنب الناس، بس ساعد وانت قادر، ساعد وانت مقتنع، ساعد من غير ما تخسر نفسك. لأن الإنسان لما بيفضل يدي من غير ما يرتاح، في يوم من الأيام مش هيلاقي حاجة يديها. وفي النهاية يمكن المشكلة عمرها ما كانت إننا بنحب الناس، المشكلة بجد إننا بنخاف نخيب ظنهم، فنفضل نقول أيوة ونفضل نوافق لحد ما نكتشف إننا ضيعنا نفسنا وإحنا بنحاول نكسب رضا الجميع. وسايبها لك مع السؤال ده: لو كل الناس زعلت منك لكن أنت كنت مرتاح مع نفسك، هل بتعتبر نفسك خسرت؟ ولا لو كل الناس كانت راضية عنك وأنت كل يوم بتخسر جزء من نفسك، يبقى مين فيهم الخسارة الحقيقية؟ اكتب لي رأيك في التعليقات وقول لي الإجابة اللي أنت حاسس بيها، وتعالى نتقابل في الحلقة الجاية ونفكر سوا.